عليه الصلاة والسلام، ولا نقول أفضل الخلق، إن هذه مسألة فيها خلاف طويل عريض ومنبنية على مسألة التفضيل بين صالح الإنس والملائكة عليهم السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنا أفضل الخلق. دلت الأدلة كلها على أنه أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق، فلا تنظر لقول شاذ قيل من بعض من لم يدرك الإدراك الكامل، وإن كان اتسم بالعلم في جوانب أخرى. فنبينا والحمد لله من حيث روحانيته هو أول ما خلق الله، لأن الخلق خلق بالرحمة، وهو الرحمة للعالمين. لم يكن رحمة لأهل الأرض، ولم يكن رحمة لأهل الأرض والسماء، ولم يكن رحمة لأهل الملكوت والملائكة والجنة والنار، ولم يكن رحمة للعرش ولا للكرسي، قال للعالمين، أي كل العوالم. كل العوالم هو رحمة. ونجيبك من خلقك. النجيب يعني الشهم الكريم، المنتجب هنا بمعنى المنتجب. نجيبك يعني أنت انتجبت محمدا من خلقك. طيب كيف هو خلقه أفضل الخلق؟ نعم، لكنه إنما جعله أفضل الخلق لأنه استحق أن يكون نبيا. يعني لو لم يبعثه نبيا لكان نموذج آخر يستحق أن يكون نبيا. فعندنا ما عندنا شيء بالفرض والإكراه أنه هكذا خلقه هكذا، أبدا. استحق أن يكون نبيا فكان نبيا، استحق أن يكون رسولا كان رسولا، استحق أن يكون أفضل الأنبياء والمرسلين فجعله الله كذلك. إذن هو منتجب من الخلق، وصفيك من عبادك، المصطفى المستخلص خيرة من عبادك هو النبي صلى الله عليه وآله. الله يرحم الأزري يقول قلب العالمين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها. الله عز وجل يعرف، لكن يقول هذا أفضل المخلوقات، يعني اللي بلغ في وعيه وفي عبوديته الدرجة الأولى، حتى من الأرقام القياسية وحقه. صفيك من عبادك، إمام الرحمة، إمام الرحمة. ما عندنا بعثت بالذبح، إمام الانتقام، إمام الرحمة، رحمة للعالمين رسول الله ورسالته رحمة للعالمين. عندنا الله عز وجل سبقت رحمته وغضبه، يعني في استحقاق للعقوبة وفي عقوبة.